تأليفي إهداء من طلبة كلية طب الأسنان جامعة الأزهر إلى أبناء اسمي. قصيدة بعنوان ثورة غضب. اكتب يا قلمي ما تشاء من الأدب، واتلو لساني ما تريد من الخطب. هذه ثورة غضب، ثورة شعب بعد طول سبات قد وثب في زمان شقى فيه التعب. جاء الشباب يوما متكاتفين كعنقود عنب، يرددون بأفواههم كلمات من ذهب. كرامة، إصلاح، حرية بلا غصب، في نظام متحضر أفواههم لا تعرف السبب. ناشدوا قائدهم ليستجيب إلى مطالبهم كأب، لكنه قام متحجرا وفي جنده خطب. اعتقلوهم، إنهم صبية يثيرون الشغب، واقمعوهم بكل ما تملكون من نار وحطب. كانت كلمة قاسية بلا سبب. هل هذا جرم أن نطلب حقا لنا قد اغتصب؟ أم اعتاد على قهرنا دون إدانة أو شك؟ أم ظل طول حياته بلا ند ضرب؟ لكن الشعب قال كلمته وما رعب. ارحل عنا بخوفك الذي عن قلوبنا حجب، ورد إلينا ما لنا الذي سلب. لن نهاب بعد اليوم عسكرا مكتئب، في ميدان التحرير اجتمع كل وطني محب لبلاده مصر أم العرب. كان فراشهم التراب وغطاؤهم كان السحب، يناشدون ارحل بنظامك فلم تعد إلى قلوبنا أقرب. وبدونك استطعنا أن نجد لجراحنا مطيب. فتلون بكلماته واستعطف الشيخ الأشيب. قال هذه بلادي فيها قدمي ترب، وسأظل بها حتى أحمل على الخشب. وأخرج أعوانه يرددون باسمك زالت الكرب، وبعونك أصبح عزمنا صلب. لكن الشباب آمنوا ورضوا بالله رب، ودعوه بقلب راجي أن يزيل عن أعينهم الضباب. فاستجاب الله لهم وأنار لهم الضرب، ونجحوا بعون الله أن أزالوا ظلما استبد ونهب. سيسطر التاريخ في هذه الثورة الكتب، وسينشر الزمان لها أشجى الضرب، لأنها ثورة غضب. وشكرا.